ربما كاملين بكم شفتوا التشكيله اللي نزل بها محمد وهبي قبل يوم من الان. هاد التشكيله هذه كاين اللي قال عليها التشكيله الثانيه، كاين اللي قال عليها التشكيله تدخل بها المونديال كاع، لكن اللي عجبني واثار انتباهي هو ان محمد وهبي كان ذكيا جدا وقال سيدي ها هما داك اللعابه اللي كنتو كطالبوا بهم، ها هما جبتهم لكم، بمعنى حتى انا ما صدقوش فغنكون جربتهم. وهذه المساله هذه ربما كدار لاول مره في تاريخ المدربين اللي دربوا المنتخب الوطني. ما عرفتش صراحه الا كانت المعلومه خاطئه صحوها لي، يعني انه قبل المونديال تجيب واحد اللاعبين معينين باش تدربهم. بزاف الجماهير طالبت بالبوفتيني، بزاف الجماهير طالبت بسعدان، بزاف الجماهير طالبت بحريمات اللي كان عيط له من قبل، بزاف ديال الجماهير طالبت بعمران اللوزه واخرون. زائد حتى الهجوم شفنا فيه واحد التنوع، حراسه المرمى ضاف لها حراس اخرين وجوج شفناهم الشباب، وبالتالي غيكون هذا المعسكر هذا قوي جدا، وغادي نشوفوا واحد النسخه اقوى ان شاء الله من المنتخب الوطني المغربي. الان من الجماهير انها تساند المنتخب الوطني المغربي، والتشكيله اللي كانت اننا نوقفوا معها في هذه الاقصائيات ان شاء الله بحول الله. بالنسبه اللي كيسول على لاعبي الجيش الملكي لا حريمات ولا الوادني ربما اللي كان خصو يعطيه حتى هو الفرصه ديالو، اللاعبين هادو عندهم النهائي ديال الشامبيونز ليغ، وبالتالي ما كنظنش انه غادي يكسر لهم الايقاع اللي راهم غاديين به ولا التركيز اللي راهم غاديين به حول النهائي. اذا حنا في النهايه التشكيله اللي كانت اننا غادي ندعموها ان شاء الله باش تحقق نتائج ايجابيه. بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي وبالتوفيق لمحمد وهبي في قياده المنتخب.